ازيكم يا جدعان، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بافضل حال. النهارده رجعت لكم بفيديو جديد خالص. هو فيديو مش طويل، هو دقيقتين بالظبط. هتكلم ليه غبت والفتره الجايه هتكون ازاي. بس هو الفيديو دقيقتين بالظبط ان شاء الله. بس قبل اي حاجه خالص، يا ريت تذكر الله وتصلي على سيدنا محمد وتدعي لشهداء فلسطين وشهداء المسلمين، وتدعي لحسن وربنا يرحمه ويغفر ليه ويجعل مأواه الجنه. رب واجمعنا واياه مع الشهداء الصديقين وحسن اولئك رفيقا. بس يلا بينا نخش على الفيديو على طول. طيب، اول حاجه انا ليه غبت ببساطه لان الفتره اللي فاتت كانت فتره تشتت وتخبط، فتره عك الصراحه. يعني من بداية الدراسة، بداية الجامعة، على شغل مثلا بحاول اشتغل مع ابويا، بحاول اتعلم برمجة، بحاول اتعلم تصميم، بحاول انزل فيديوهات، بحاول اتعلم مونتاج، بحاول اتعلم انجليزي، بحاول فكل ده خلط في دماغي فبقيت مشتت. بس بإذن الله الفترة دي هتنتهي وهنبدأ فترة جديدة وعصر جديد بدون أي تأخير، وبإذن الله عشان أكون منتظم أكتر في تنزيل الفيديوهات بإذن الله. بإذن الله كمان مرة الفيديوهات هتكون كل يوم خميس بإذن الله. يعني تفتح يوم الخميس كده تشوف الفيديوهات، تشوف نزل فيديو ولا لا. هيكون يعني على حدود الساعة 5 الساعة 6 كده بإذن الله كمان. إن شاء الله الفيديو اللي جاي هيكون عن رد على الأسئلة بتاعتكم. هسيب لكم لينك صراحة، لو حد عايز يكتب لي أي سؤال بدون ما أعرف أنا مين، تمام. عايز تخش تكتب لي في التعليقات، تمام. عندك 1000 طريقة بإذن الله. وهسيب لكم لينك الفيسبوك، انستجرام، تيك توك، أي حاجة خاصة بيا. يا ريت تتابعوني وتستنوا الفيديوهات اللي جاية بإذن الله. وبإذن الله الفترة اللي جاية هيكون في تغيير من محتوى، من تصوير، من مونتاج، من كل حاجة بإذن الله. أنا ما كنتش هعمل فيديو ده خالص، كانش في دماغي. وأنا بحضر فيديوهات على الساب نيلز فجاء في دماغي إن أنا أعمل الفيديو ده، وإن أنا أعرفكم إن الفترة اللي فاتت إن شاء الله هتنتهي، وبإذن الله الفترة اللي جاية بداية جديدة وفيديوهات كتيرة بإذن الله. ما كانش في دماغي الصراحة إن أنا أعمل فيديو ده، فأنا بحضر الفيديو كده ومش عارف. فجاء في دماغي ما أعمل فيديو منه، أنزل فيديو منه أعرف الناس اللي حصل واللي جاي بإذن الله. يا ريت يا صاحبي تشترك في القناة وتشجعني بأي كلمة وتدعي لي، حتى لو مش تكتب في تعليق ادعي لي ببالك. يا ريت تكتب في تعليق برضه عشان بشوفها بفرح. سنة ما تنسوش تشوفوا القصيدة اللي كتبها شات جي بي تي. أنا ما كتبتش حاجة يا جدعان، أنا كتبت له كده. شوفوها ثانية أوريها لكم. وتركت حب الفاتنات لأنني رجل تقي زاهد قوام، أبغى رضا الرحمن في دنيا الورى وأصون قلب. يا سلام. بس شوفوا انت الفيديو بقى.